الناس فاكرة ناهد شريف مجرد نجمة إغراء، لكن الحقيقة إن حياتها كانت سلسلة من اليتم والخذلان والمرض والحب المكسور. من طفلة شافت أمها بتموت قدام عينيها، لنجمة هزت السينما، لسيدة ماتت وهي بتحارب السرطان، تاركة بنتها الصغيرة ووصية أبكت كل اللي عرفوها. فاكرين ناهد شريف؟ أول حاجة هتيجي في دماغ أغلب الناس إنها ممثلة إغراء، لكن لو قلتلك إن البنت دي وهي عندها 8 سنين شافت أمها بتموت قدامها، وأبوها مات وهي لسه طفلة، وأختها كانت مشلولة، واتجوزت راجل أكبر منها ب20 سنة وكانت بتناديه يا بابا، وحب عمرها اتجوزها في السر سنين طويلة، ولما مرضت بالسرطان باعت كل اللي تملكه عشان تعيش، وفي آخر أيامها كانت بتقول كان نفسي أعيش عشان بنتي. هتصدق إن دي نفس الست اللي الناس اختزلوا حياتها كلها في كام مشهد على شاشة السينما؟ دي حكاية ناهد شريف، الحكاية اللي أغلب الناس عمرهم ما عرفوها. في تاريخ الفن المصري في فنانين الناس فاكرة أسمائهم، وفي فنانين الناس فاكرة أدوارهم، لكن في نوع ثالث الناس فاكرة صورته ونسيت حكايته. ناهد شريف كانت واحدة من الناس دي. اسمها ارتبط سنين طويلة بأفلام الإغراء، لكن قليل جدا اللي وقف وسأل مين كانت ناهد شريف قبل الكاميرا؟ مين اللي صنع الشخصية دي؟ وإيه اللي حصل في حياتها عشان توصل للنهاية المؤلمة دي؟ اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي النيال. اتولدت يوم 1 يناير سنة 42 في مركز الوسطى في محافظة بني سويف. أبوها كان ضابط شرطة، وأمها كانت ست بيت، وكانت هي البنت الوسطى بين 3 بنات. العيلة كانت محافظة جدا، وبحكم شغل الأب اتنقلت الأسرة للقاهرة واستقرت في حي الزمالك. وقتها الزمالك كان من أرقى أحياء القاهرة، وكان مليان شخصيات سياسية وفنانين وأجانب. وهنا بدأت سميحة تكبر، دخلت مدرسة الليسيه الفرنسية، وده خلاها تتعلم الفرنسي كويس وتتعرف على مجتمع مختلف شوية عن المجتمع التقليدي اللي كانت جاية منه. لكن رغم الحياة الهادية كان في كارثة مستنياها. أختها الصغيرة أصيبت بشلل الأطفال، وحسب ما ذكرته أكتر من مجلة فنية وحوارات صحفية لاحقة، المرض نفسه أصاب سميحة لفترة لكنها تعافت، وإن كان فضل عندها أثر بسيط في حركة إيدها الشمال، كانت بتحاول دايما تخبيه طول الوقت، وكتير من المشاهد كانت بتصورها بزوايا معينة عشان الأثر ده ما يبانش. في ليلة مستحيل تتنسي كانت العيلة كلها فرحانة، البيت مليان ناس وزغاريت وضحك وبنات بيجهزوا العروسة. كان فرح أختها الكبيرة، وسميحة عندها حوالي 8 سنين، لكن الفرح اتحول لجنازة. فجأة الأم وقعت، أزمة قلبية مفاجئة، وقبل ما حد يستوعب اللي بيحصل كانت فارقت الحياة. تخيل طفلة في ليلة المفروض تكون أسعد ليلة في بيتها تشوف أمها بتموت قدام عينيها. المشهد ده فضل محفور جواها طول عمرها. وفاة الأم قلبت كل حاجة. البنت الصغيرة بقت محتاجة رعاية، والبيت كله اتغير، وسميحة بدأت تكبر قبل سنها. لكن المصيبة الأكبر لسه جاية. بعد سنوات قليلة وقبل ما تتم 14 سنة اتوفى والدها كمان، وبكده بقت يتيمة الأب والأم في سن المفروض تكون فيه لسه بتتعلم يعني ايه الحياة. حسب أحاديث نشرت عنها بعد كده كان أبوها شديد المحافظة، مش بيحب خروجها ولا الاختلاط ولا الفن، ولما مات لقت نفسها فجأة لوحدها من غير أب من غير أم، ومع أخت صغيرة مريضة ووحدة قاتلة. دخلت في حالة اكتئاب وقفلت على نفسها. كانت بتقضي ساعات طويلة في البيت، لا خروج لا أصحاب لا حياة، وكأن الدنيا وقفت، لحد ما القدر بعت ليها شخص هيغير حياتها. زبيدة ثروت دخلت المشهد. العيلة كانت تعرف الفنانة الجميلة زبيدة ثروت. زبيدة لاحظت ان البنت الصغيرة بتضيع، فبدأت تاخدها معاها مرة للاستوديو ومرة للتصوير ومرة لمقابلة الفنانين، مش عشان تمثل لكن عشان ترجع للحياة.
وسميحة لأول مرة تشوف عالم السينما من جوه، الكاميرات، الإضاءة، المخرجين، النجوم. في يوم لفتت نظر مدير التصوير الكبير وحيد فريد، شاف إن البنت ملامحها مختلفة، رشحها للفنان عبد السلام النابلسي، وكان بيحضر فيلم جديد. الفيلم اسمه حبيب حياتي سنة 1958. الدور كان صغير جدا، لكن كان بداية كل حاجة. في نفس الفترة اتقرر تغيير اسمها، لأن سميحة النيال مش اسم فني جذاب، فاختاروا لها اسم جديد، ناهد شريف. الاسم اللي بعد سنوات هيبقى من أشهر أسماء السينما العربية. لكن الغريب ان ناهد في بدايتها ما كانتش خالص البنت اللي الناس عرفوها بعد كده، كانت خجولة جدا، لدرجة ان مجرد وقوفها قدام الكاميرا كان بيرعبها، وكانت بتتكسف تبص في وش الممثل اللي قدامها. ولما اتعرضت عليها ادوار فيها جرأة كانت بترفضها من غير تردد، وكانت مقتنعة انها عايزة تبقى ممثلة محترمة مش نجمة اغراء. لكن السينما كان ليها رأي تاني. هنكمل الباقي في الحلقة الجاية.